مساء الخير واهلا بحضراتكم يوم جديد على شاشة الفضائية المصرية من مصر ومن الدنيا، على الهواء مباشرة ومباشر من مصر على التلفزيون المصري. اسمحوا لنا اننا معلش بنعتذر اننا طلعنا متاخر، بس لما تعرفوا مين ضيفنا تعرفوا احنا ليه كنا بنعمل بعض الاستعدادات، لاننا النهارده عندنا حلقه خاصه مختلفه. يعني انتم متعودين معانا الفقره الاولى بتكون الاخبار، النهارده حاجه استثنائيه لان ضيفنا هو ضيف استثنائي يهم حضراتكم قبل ما يهمنا احنا كاعلام. يهم حضراتكم لان التشريعات والقوانين اللي احنا المفروض الدستور المصري الدستور الجديد بعد 30 يونيو بيسير على خطاها من خلال هذه القوانين اللي هي بتتفاعل على نقدر نقول في واقعنا. النهارده هنتكلم على مجلس النواب، هنتكلم على امور مختلفه كثيره، على الادوات البرلمانيه، على اهم التشريعات اللي هتصدر، على اهم القوانين اللي هتصدر ان شاء الله خلال هذه الدوره البرلمانيه. مجهود محترم من الساده النواب المحترمين، الفتره القادمه منتظرين منهم الكثير لان عليهم مسؤوليه كبيره جدا. الفتره اللي فاتت طلعت قوانين محترمه جدا ساعدت الدوله المصريه ان هي تثبت دعائمها ليس داخليا فقط ولكن على المستوى الدولي والإقليمي. النهارده هتكون طبعا فقرتين، الفقرة الأولى هي فقرة حوارية والفقرة الثانية هتكون الفقرة الإعلانية. بس عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع تاني ونقدم ضيفنا الكريم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه على الهواء مباشره ومباشر من مصر. وزي ما قلنا في المقدمه لقاء مهم جدا، لقاء هنتكلم فيه النهارده عن مجلس النواب، هنتكلم عن المؤتمر السنوي الدولي التاسع والعشرين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه اللي كان فيه كلمه هامه الوكيل الاول مجلس النواب في هذا المؤتمر استوقفتنا جميعا عندما قال ان الوطنيه هي ايمان وسلوك. امور مهمه جدا لازم نقف عندها، امور كثيره جدا هنتكلم فيها في حوارنا في هذا الجزء الاول من مباشر من مصر، واللي انا سعيد وانا اتشرف ان هو موجود معانا على الهواء مباشره على شاشه الفضائيه المصريه في مباشر من مصر، نقيب الساده الاشراف ووكيل اول مجلس النواب سياده النائب محمود الشريف. نورنا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. سياده النائب، اولا انا بعتذر لحضرتك على طول المده الاخباريه، وبس ده كان مؤتمر طبعا كان من بيروت فبنعتذر طبعا، بس بشكرك كمان على وجودك معانا. لا ده انا جندي يعني في كتيبه الوطن، واحنا بالعكس احنا في سبيل نجاح البلد وان هي تخطو خطوات حقيقيه وتعبر بها الى مصاف الدول المتقدمه. ويجب علينا كل واحد فينا ينسى ذاته وينسى نفسه ويدوب في حب هذا الوطن، مش بالكلمات ولكن بالافعال الطيبه. طالما بالافعال الطيبه اسمح لي اتوقف عند كده، لان انا عندي جزئين في الحوار، جزء عن كلمه حضرتك اللي استوقفتني واستوقفت اعلاميين كثيرين في المؤتمر السنوي الدولي التاسع والعشرين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. خلينا نشوف منها جزء وهنرجع نتكلم على هذا المؤتمر ورؤيتك وليه قلت الكلام ده كله، وبعدين هنتكلم عن مجلس النواب ومسؤوليتكم والادوات البرلمانيه وبتسالوا الحكومه ولا لا. امور كثيره جدا خلونا النهارده نفتحها مع سياده النائب ونقيب الاشراف ووكيل اول مجلس النواب السيد محمود الشريف. الدستورية والإدارية، وبالقلب منها مجلس النواب حريصة كل الحرص على التفاعل مع كل ما سوف يصدر عن مؤتمركم الكريم من توصيات. وسوف يعمل مجلس النواب على تفعيل ومتابعة كافة التوصيات من خلال لجانه النوعية. إن مجلس النواب مع الحكومة وبناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية نعمل منذ فترة على تبني ومتابعة وتنفيذ برامج
من شأنها استثمار الجهود التي ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم الأخلاقية للرسالات السماوية والرسالة الخاتمة رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة التي تسير عليها مصر لبناء الدولة المدنية الحديثة. إن انعقاد مؤتمركم هذا بما يضمه من علماء أجلاء على أرض مصر بلد الأزهر الشريف قلعة العلم والعلماء، ومن بلد الوسطية والاعتدال بلد الأمن والأمان والسلم والمحبة والسلام، يقتضي منا جميعا أن نظهر الصورة الحقيقية للرسالات السماوية ورسالة الدين الحنيف، رسالة الدين الإسلامي، ورسالة نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، والذي بعثه المولى عز وجل ليكون رحمة للعالمين، والذي ناداه ربه وقال له في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. عودة مرة أخرى لضيفنا الكريم وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف. كلام محترم جدا، كلام بيتكلم ويتمحور عن دور الدولة ودور الدين، بتتكلم عن بناء الشخصية الوطنية، بتتكلم عن الوطنية إيمان وسلوك وأخلاق وتستمد من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه اخترت هذه المحاور سيادتك في هذا في هذا الخطاب؟ أنا عايز أعرف ليه اخترتها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عندما دعيت لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية جلست مع نفسي وقلت كان محور الخطاب يكون ايه. احيانا الانسان لما بيترك مشاعره الحقيقية تعبر عن نفسها ثق تماما بيطلع الصدق، والصدق من القلب، ومحكوما ايضا ببعض الادوات الاخلاقية الكريمة اللي تربينا عليها. حقيقة انا بفخر ان انا انسان مصري عايش في هذا الوطن وحب هذا الوطن. التربية تبدأ دائما وابدا من الأسرة، وأنا في كل اللقاءات أقول إن إحنا يجب علينا إن إحنا نهتم في النشأة وبرعاية الأسرة في الأسرة المصرية بصفة عامة. وكان محور كلامي إن أنا أربط ما بين الوطنية الحقيقية وبين مكارم الأخلاق. لان بصراحه اسمح لي انا احيي حضرتك لان حضرتك ربطت حاجه جميله واتكلمت على بلدك. يعني لم تتحدث فقط عن هذه الامور ولكن ربطتها بالدوله. انت ربطتها بالدوله المصريه وانها رساله سلام من بلد الازهر الشريف في المناره. فعشان كده الوطنيه فعلا ممكن تنطلق من ايماننا العميق وسلوكياتنا. شوف حضرتك الانسان بصفه عامه أصل الرسالات كلها السماوية نزلت هدف واحد، هو مكارم الأخلاق. سواء الرسالة اليهودية، الرسالة المسيحية، الرسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. ويمكن أنا دائما أتذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن نفسه وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هنا المعنى الكبير والحقيقي في هذا الدستور الشامل في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندما تحدث بأنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق. هنا احترم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جزء لا يتجزأ من الرسالات السماوية كلها اللي بتأتي لي بالأخلاق، وجاء هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المكارم، مكارم الأخلاق. لذلك أنا يعني اسمح لي، الكلمة كانت نابعة من القلب بصدق، يعني جذورها عميقة في حب هذا الوطن. الحب الوطن ليست كلمات، وانا يمكن لما قلت بعض الاخوه من العلماء وانا خارج من المؤتمر استوقفني عند كلمه يعني بعض العبارات اللي انا قلتها، فانا بقول له بالعكس، انا لما بتحدث عن مكارم الاخلاق وبربط ما بين الوطنيه الحقيقيه والاخلاق، ده هو دي مصر. كل ولذلك يمكن انا وجهت نداء للعلماء والمفكرين والاعلاميين والادباء والفنانين، كل في مكانه. اسكاء الروح الوطنيه فينا جميعا ياتي منكم، وبالتالي عليكم دور كبير جدا، واحنا علينا دور كبير، كل المجتمع عليه دور. حبك للوطن انك انت تخلص للعمل، ما تقولش طب ده عمل وده ما عملش، لا، انا لي عمل مكلف بيه أأديه بأمانة وبإخلاص، والباقي على المولى عز وجل. كذلك قبل ما أقول الوطن يديني إيه، أنا أقول أنا اديت للوطن بالظبط. أنا أحمل البلد. طب ما أنا جزء من هذا البلد، أنا وإنت وغيرنا مكون رئيسي لكيان هذه الأمة. وبالتالي واجب على كل واحد إن هو يخلص في عمله، يربط كل عمله بالأخلاقيات. قبل العامل في مصنعه، الموظف، أي مسؤول، سواء كان من أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول، عندما يرتبط بالأخلاقيات الحميدة ويربط هذا الأمر بمكارم الأخلاق، ثق تماما هيكون الأداء في المحصلة النهائية هو رفعة هذا البلد. طب بصراحة من كلام حضرتك اللي طالع من القلب هيخليني أسألك أسئلة طالعة من القلب. ماشي. عليكم مسؤولية كبيرة جدا في مجلس النواب، وهي فرصة تاريخية، لأن هو منتخب انتخاب حر من الشعب. حضرتك لا تمثل دائرة معينة ولكن تمثل الأمة. في إصلاح تعليمي واستراتيجية تعليمية جديدة. اتكلمت في كلمتك في المؤتمر عن بناء الشخصية. هل ممكن الإصلاح التعليمي اللي هو موجود عند وزير التربية والتعليم اللي جه عرضه على مجلس النواب يتم استخدامه، ويكون عندنا بناء إنسان صالح من الصغر، والأسرة تساعده في البيت، فيبقى عندنا مجتمع فعلا صالح كما جاء في كل الرسالات السماوية؟ أنا بتكلم هنا عن تعليم بجد وليس تعليم تلقيني. أنا بصراحة الدكتور طارق شوقي قال لي إن شاء الله عنهم ما نجحوا، هو المهم إن هم يفهموا ويطلعوا. ده كان في حوار عندنا هنا في الفضائية المصرية، وقال أهم حاجة إنك تبني الشخصية. بتتفق مع الكلام ده؟ شوف، أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا تغيب أحيانا عن البعض، والبعض بيبقى يجهلها غصب عنه، والبعض بيتجاهلها لوضع آخر. دي إيه يعني عليه مسؤوليته هو. من الذي يتجاهل؟ الأسرة مثلا يعني أو بعض الأسر؟ أنا هدي لحضرتك على سبيل المثال، بناء الدولة ما بيتمش كده. احنا لازم نفتكر من 7 سنين احنا كنا فين، والآن احنا فين. الإنسان أحيانا بينسى أو يتناسى أحيانا، لا بس ذاكرة التاريخ يجب أن يستدعيها الإنسان العاقل والحكيم. احنا كنا من يعني اسمح لي العبارة دي، وأنا يعني أرجو الناس تسامحني فيها، من لا دولة إلى دولة. كلمة كبيرة قوي. من لا دولة. احنا كنا نقدر نزور بعض بالليل مثلا، ولا في النهار، ولا نروح أي بلد، ولا
لا لا، لا، كنا نخاف ننزل بالليل، كنا كنت تخاف تمشي على ده الدقايق. بالعكس. ايوه يعني في داخل بيتك كنت انت وانا وغيرنا صح. كنا بنشعر بان هناك امر لا يمكن حسابه، مم. وبالتالي قيمة الامن والامان والعودة. الناس يقول لك ايه، هو دي نغمة هنرددها؟ لا بالعكس، فذكر ان الذكرى تنفع المؤمن. وبالتالي حضرتك انا دائما وابدا اقول وبحق وبصدق، الشعب المصري ده شعب قوي جدا، وشعب فعلا عنده إرادة قوية. مم. ويمكن أنا هذكر شيء. في أول لقاء التقينا فيه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى اللقاءات الأولى قبل أن يتولى مم. وبعد أن تولى، كان في عبارة بتتقال. فمرة أنا بقول له ربنا يعينك على تحمل هذه المسؤولية، فقاطعني وقال ربنا يعيننا. صح. المعنى الكبير اللي من وراء هذه الكلمة ربنا يعيننا، يعني معناه الجميع لازم يشارك ولازم يتكاتف. يعني ليس الرئيس بمفرده، لا. يعني القصد اننا لو ما احتضناش الدولة الدولة تضيع مننا. وبالتالي بالظبط. أصبحت النهاردة ليست سياسة فرد، سياسة الدولة. أصبحت في سياسة دولة. المجلس ليس جزيرة منعزلة عن باقي المؤسسات. لا، الدولة تبنى الآن فعلا باستراتيجية عامة لبناء الدولة. ونخليك بالك من العبارة اللي بقولها دقيقة جدا، بناء الدولة المدنية الديمقراطية المصرية الحديثة. الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. بمعنى المدنية وهو إحساس المواطن أنه كما له أيضا حقوق على الدولة قبل أن يطالب بها عليه واجبات. إذا فرض الدستور له هذه الحقوق، دي معادلة، وبالتالي طرفين. كذلك إذا أدى المواطن حقه، على الدولة أن تؤدي واجبها نحو المواطن. الدولة عليها حقوق للمواطن برضه. يعني إذا كان أنا علي واجبات للدولة، يعني أديت عملي بما يجب أن يكون. تمام. لا، أيضا الدولة مطالبة بأن تؤدي بكل مؤسساتها الخدمات، من مرافق، في صرف صحي، من خدمات أساسية، من تعليم، من صحة. كل هذه المنظومة وإدارتها على أيضا الدولة. طب وأنتم كمجلس نواب شايف كده؟ شايف أن الدولة تقوم في هذا الموضوع؟ أنا هوضح لسيادتك. شوف يا أستاذ شريف، أول لقاء التقيت فيه أنا في هيئة المكتب مع الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس طبعا، وأيضا زميلي السيد وكيل المجلس الأستاذ سليمان وهدان. احنا ما بنخترعش من عندياتنا ولا النواب بيخترعوا من عندياتهم، لا، ده في خطة تشريعية قائمة بذاتها من جزء من منظومة بناء الدولة الحديثة. الموضوع مش موضوع يجي وزير يخترع ما عنده ثم يذهب الوزير يمسح اللي قبليه. لا لا لا، الكلام ده عفى عليه الزمن. أكيد. يعني احنا على الهواء مباشرة وبيشاهدنا ملايين، وسيادتك صادق، أنا عارف الكلام. سيادتك الجميع يعلم إن أنا رجل صادق طبعا، ولا أقول أبدا إلا الصدق. وأنا هنا فعلا من خلالكم بوجه رسالة لأبناء مصر. مصر الآن مصر قامت، واحنا بنقولها بالصعيدي قامت البلد، خدت بالك؟ فاحنا الحمد لله بدأت تخطو خطوات حقيقية في بناء هذه الدولة. الإصلاح الاقتصادي كان بين أمرين: يا الدولة تدي مسكنات وتتأجل الأمور وتتفاقم الأمور، يا إما ندخل في الإصلاح الحقيقي اللي بضعنا النهاردة في مصاف بداية الدول اللي بتبنى صح. يعني بمعنى إيه؟ النهاردة على سبيل المثال الاحتياط النقدي كان كام؟ وكنا احنا قاربنا او دخلنا في الافلاس. الان
النهارده عدينا ال 40 مليار ولسه 45 45 بالظبط. ما شاء الله. بسم لا الله لا ما شاء فعلا الله. انا دايما بقولها. هذه المؤشرات المشروعات اللي هي بتتوضع النهارده، كميه التنميه الزراعيه وكميه المصانع اللي بتتعمل والاستثمارات. انت بتسالني على مجلس النواب. قانون الاستثمار الجديد، انا لسه كنت في اكثر من دوله في زيارات لاستطلع راي هذه الدول. لا، في تدفقات استثماريه حقيقيه فعلا لثقه هذه الدول في المسار الاصلاح الاقتصادي الحقيقي، مش مسكنات. يعني احنا كنا فعلا محتاجين يا فندم قانون استثمار محترم يساعد المستثمر بجد. بالظبط. وبالتالي في خطوات النهارده، معدلات الاستثمار اللي بتتم فيها في شيء مبشر. صحيح احنا ما وصلناش للمطلوب، لان احنا بنطمع ان احنا يعني نقفز بالبلد في فترة قصيرة جدا. زائد يمكن انا هنا اشير لجزئية، يعني اذا سمحتوا لي، يعني النهارده المشروع اللي كان بياخد 10 15 20 سنة، ما سألتش نفسك هو ذات نفس الانسان المصري اللي اتوجدت فيه الإرادة القوية ان يخلصوا في سنة وسنتين. الموضوع انت هنا بقى انا بتكلم على الوطنية. انت ما نظرتش، انا عشان كده انا بحملكم من المسؤولية معانا في ان احنا نظهر الجوانب الطيبة والقوة الحقيقية التي ظهرت للإنسان المصري في إرادته القوية ان يعمل كم من الطرق والمشروعات اللي تمت. النهاردة انت المحاور الرئيسية اللي بتتبني والمناطق الجديدة اللي بتتعمل والمدن الجديدة اللي بتتعمر، خطة الصرف الصحي في القرى الناس شغالين فيها بسم الله ما شاء الله. النهاردة لازم أظهر هذه الجوانب. ليه؟ إذكاء الوطنية مش دور إن أنا كلمات رنانة وتتقال، لا، لازم الجانب الإعلامي عليه دور. وأنا كمجلس النواب أيضا بحمل نفسي المسؤولية في إن أنا أسرع في إصدار ودراسة تشريعات تمس حياة المواطن الحقيقية وترفع عنه حتى يشعر المواطن بقيمة وما تم إنجازه من عمل. يعني احنا بالنسبة لنا هذه التشريعات كانت مهمة جدا علشان الدولة تقوم زي ما حضرتك قلت جامة الدولة، صح؟ تمام؟ بالظبط. هل النواب داخل قبة البرلمان يستخدمون أدواتهم الرقابية بحرية تامة؟ يعني الناس عايزة تسأل هذا التساؤل. هل هم بيراقبوا فعلا الحكومة بحرية تامة؟ هل بيستجوبوا الوزراء بحرية تامة؟ أمور كثيرة جدا أكيد حضرتك يعني أقدر واحد يقول لنا. شوف حضرتك، احنا المجلس ده وبصدق وبحق من أكثر المجالس اتحملت النقد الجارح. أنا مش هقول الكلام التاني لأن لا يجب أن أنا أقوله. يعني اتحمل المجلس ما لا يطيق بالرغم مما عاناه النواب من فاتورة الإصلاح الاقتصادي اللي هم نواب الشعب في تحمل هذه المهام الثقيلة جدا. أولا إصلاح إداري للدولة. كان النائب في فترة من الفترات متاح لي ان هو ياخد استثناءات في التعيينات تساعده في بعض الدوائر. اصبح في قواعد ثابته، في مسابقات تجرى، في كفاءات تعطى الوضع السليم. ده لن يتم بصوره كامله، والاصلاح الاداري لن يتم بصوره كامله الا بصدور قانون الاداره المحليه اللي احنا حاليا بندرسه دراسه جيده واللي تقريبا قارب على الانتهاء، وهننزله في التوقيت المناسب. لان القضاء على البيروقراطيه والقضاء على الفساد لن يكون مسؤوليه جهه من الجهات فقط. يعني لن يكون مسؤوليه مجلس النواب فقط. لا. يعني هل الاعلام ليه دور؟ معلش انا حضرتك قلت طبعاً. انتوا معانا، هل احنا لينا دور معاكم؟ طبعا
الدور الاكبر النهارده، يعني خلينا نتكلم بصراحه. يعني هل الموضوع ان انا اقول الايجابيات فقط ولا اقول السلبيات لا، لا. واظهر الايجابيات؟ يا سيدي الفاضل، ده انا من ضمن النصائح الدائمه لزملائي، وانا منهم باخد هذه النصيحه. انا باخد من النقاد وبعض المقالات اللي هي بتنقد مجلس النواب في بعض الموضوعات، وكذلك الموضوعات التي تثار اعلاميا انا باخذها ماخذ أنا عارف الجد الموضوع ده فعلا لتصحيح. فعلا فعلا. ده بالعكس، انا ممكن اتصل بسيادتك لما انت توجه كذا واقول لك بنيت كلامك على ايه، صح. وانا اقول لك انا مستعد اقول وبكل صراحه اقول لك انا مخطئ وممكن اصلح مسيرتي. الكلام ده حضرتك ده اسمه، هو ده بقى مكارم الاخلاق. هي دي الوطنيه اللي نربطها الحقيقيه بالاخلاق. ان انا يعني وانا بتكلم حتى مع زملائي بقول لهم ايه، في مره من المرات كان في خلاف شديد ما بين طرفين، طرف متمسك برايه وطرف اخر متمسك برايه. فقلت لهم مقولة سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه عندما تحدث عن الاختلاف في الراي: الراي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. شوف الادبيات. طبعا هنا بقى لما بتكلم، لا انا بالعكس ليس تشبثا برايي. انت حضرتك ممكن تقنعني وانا اقتنع. طب هل في قانون طلع شايف انه يتعدل؟ ما انت قلت دلوقتي يحتمل الخطا او الصواب. هل حضرتك شايف ان في قوانين وافقتوا عليها داخل مجلس النواب تحتاج لتعديل اكثر لصالح المواطن؟ وهل في قوانين يجب ان تلغى طلعتوها برضو؟ يعني انا هقول لسيادتك حاجه. على سبيل المثال، اعاد السيد رئيس الجمهوريه 15 ماده في قانون التجارب السريريه الى مجلس النواب، ودي كانت يعتبر الظاهره الثانيه في تاريخ الحياه النيابيه في مصر. ان يعني يعود هي ظاهره ان يعني انه دي نقطه. ده دليل. انا لما رجع وكنا بنتكلم وبعد الحديث قلت لهم دي من ادوات الديمقراطيه الحقيقيه وتفعيل الديمقراطيه. انا بالعكس انا متقبل هذا الامر، ويجب ان يعود الى مجلس النواب مره اخرى. حاليا احنا مثلا في لجنه خاصه تم تكليفي من المجلس الموقر برئاستها وللتعاون مع العلماء والمفكرين والباحثين، ومش عيب جدا ان انا اعيد بحث هذا الموضوع. ايضا هناك بعض الموضوعات الاخرى اللي هي مثلا قانون الجمعيات الاهليه. طبعا ده مهم جدا مهم جدا جدا جدا. لما حصل في شد وجذب في متمسكين بعض النواب بان هو صدر القانون واحنا متمسكين ببعض، قلت لهم لا مانع لدينا من ان نعيد قراءه الامور، لان الاحداث ايضا تتغير بتغير الزمان والمكان والاوضاع الجديده. وبالتالي فعلا حصل فيه قبول. هنا اشوف انا اقول لحضرتك حاجه: اي واحد في موقعه لازم يكون جوه هذا الموقع مش صادم، بالعكس، او متمسك برأيه. انا يعني سهل جدا. وبالتالي منظومة التعاون حتى في الرأي، وان احنا نخرج، دي مصر، دي بلدنا يعني. ولذلك انا اقول يعني اهلنا وناسنا في جميع، انا يمكن ليا فترة ما نزلتش البلد. انا لا تتصور، يمكن بطلع الصبح قاعد في المجلس ارجع كمية الضغط الشديد. لا والله الله يعني مش عايز اقول لك، انا عارف انا لولا ان يعز عليا انا قليل جدا. انا عارف. انا بشكرك والله ان انا اظهر يعني طبعا انا طبعا. يمكن الاعلام، شرف ليا الاعلام يمكن يعني الواحد بعيد شوية عنه، والتلفزيون بالذات، الا ان انا غصب عني. ليه؟ انا مطالب بامانة ومسؤولية، انا محمل، انا مكلف، وهذا التكليف هو انا بعتبره هو جزء من تربيتي اللي تربيت عليها على الارض في بلدنا. وعلى رأي المثل احنا نقوله على الدكة، وازاي ان احنا نسمع الناس والناس نحل مشاكل. وبالتالي هذا الامر البلد في اشد الاحتياج للناس الطيبة المحترمة اللي هي نستطيع ان احنا نخرج بيها بمصر الى بر الامان.
اجمل كلام حضرتك قلته، نخرج بمصر لبر الامان. وبشكرك اولا وجودك معانا، وبعتذر مره تانية على اننا طولنا على حضرتك قبل ما نطلع الهوا، بس اكيد هيكون لنا لقاء اخر مع سيادتك. وبشكرك سماحه نقيب الاشراف السيد محمود شريف وكيل اول مجلس النواب، نورتنا يا فندم. انا اهلا وسهلا ودايما بالتوفيق للناس المحترمه في مجلس النواب، ومستنيين قانون الاحوال الشخصيه، مستنيين قانون المرور، مستنيين امور كثيره جدا. انا كنت مجهز لحضرتك يعني تمام. عده مشروعات قوانين، ولكن ان شاء الله يكون في لقاء اخر. يبقى كده وعد باللقاء. وهنروح لرفع اذان العشاء حسب توقيت مدينه القاهره.